تجري الآن قضية نغريرا المتهم فيها نادي برشلونة برشوة التحكيم في المحكمة المختصة، بينما أكد الحرس المدني في تقريره خلال أيام بأن التحكيم لم يكن محايدا خلال فترة تولي نغريرا نائب رئيس اللجنة. الآن عادت الجملة الشهيرة: مورينيو كان محقا، للرواج في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. مورينيو مدرب ريال مدريد الأسبق قال مسبقا بأن هناك تسريبات في المرنجي عن طريق اللاعبين، واتضح أن كلامه صحيحا بعد ذلك، وتم استخدام مصطلح مورينيو كان محقا بكثرة في ذلك التوقيت. الآن عادت تلك الجملة للرواج بعد أن تم اتهام برشلونة برشوة التحكيم وتحيز الأخير للبرسا، حيث قال مورينيو مسبقا: برشلونة يستفاد من التحكيم، والتحكيم الإسباني ليس نزيها. قضية نغريرا لم يتم الحكم فيها حاليا، وإنما هي تحت نظر المحكمة، ولا يوجد دليل قطعي، ويثق برشلونة في أنه سيخرج منها بريئا دون أدنى إدانة.